الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. تقولون ما لي ضحك، قد ينمر الألف وأنا أحاول أصور الفيديو وما كانت كل محاولة يقطعها شيء يمنعنا انه نعيد المحاولة من جديد. المهم، اذا كنتم تشاهدوا الفيديو من على قناتنا على اليوتيوب اشتركوا في القناة، واذا كنتم تشاهدوا من الفيسبوك الرابط حق القناة اول تعليق، ادخلوا الرابط واشتركوا في قناتنا على اليوتيوب واضغطوا زر لايك دعما لنا لنستمر في نشر المزيد. طبعا موضوع اليوم هو موضوع محافظة الحديدة. طبعا اولا الذي اود التنويه فيه، رأيت فيديوهات كثيرة على اليوتيوب تتكلم وتقول لك كارثة لم نشهد لها مثيل. لا يا حبايب قلبي، والله ان الكوارث عندنا باليمن دائما وابدا وكثيرا ما نشهد للكوارث هذه مثيل عندنا في اليمن. ومعروف وضع اليمن التاعب وحالته المزرية في ظل حروب من حرب لا حرب. يمكن انه ما قد جيش علينا 10 سنة جاءت واستمرت 10 سنة على التوالي بدون حرب، الا واحنا من حرب لا حرب منذ 40 القرن الماضي او ما قبلها، حتى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد وايام الميلاد وفي ايام كل هذه الاوقات كانت ايام حرب، ما قبل الهجرة وما بعد، كل ايام حرب. والحمد لله على ذلك، لا يسعنا الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. طبعا ما حدث في الحديدة من سيول جارفة مأساة إنسانية كبيرة جدا، يعني ترتقي إلى أن تكون كارثة إنسانية كبيرة في بلد تعاني من حروب وأزمات. طبعا الحكومة والشعب ما قصر، الحمد لله، حاول ونزل وساعد وساهم في دعم محافظة الحديدة والأشخاص المتضررين، لكن بدورنا احنا أشخاص نحاول أن نوصل رسالة أصحاب الحديدة. الحديدة يا أخواني منكوبة جدا. الحديدة عانت من فيضانات كبيرة جرفت البيوت مع الحجر مع الشجر، جرفت كل ما يلقف أمامها. طبعا المعروف بيوت الحديدة ما هيش قصور ولا هيش مباني معمارية ضخمة، أكثر مناطق الحديدة فيها عشش، وبالذات المناطق التهامية. المناطق التهامية مباني من عشة، إما عجور الذي هي العجور أو القرم أو الخيزران وغيرها من الأشجار أو النخيل، مبنية عشش ومطلية بقليل طين، واللهم لك الحمد، وعايشين فيها. طبعا أو زرايب الذي يطرحوا فيها البقار والأغنام، عبارة عن أخشاب محوطة ومطروحة فيها الأغنام. طبعا السيولة استمرت لمدة 6 ساعات، جرفت الحجر والشجر والحيوانات، وكما سأرفق لكم بعض الفيديوهات وبعض الصور الموجودة لدينا هنا.